اما نشوف الست غنبول هوسانه بوصفات الناس، كل ما حد ينزل وصفه تجربها. الزبده معرفش ايه، اللانشون معرفش ايه. جالك يوم وهنجربه وصفاتك. مجموعه العنايه بالشعر بتاعت غنبوله ستور انا جبتها. لما نشوف اللي انت بتعمليه في الناس لما ينعمل فيكي هتعملي ايه، عشان بس انت ما بتحسيش بالناس وانت عماله تقولي لهم وصفاتكم بيها وصفاتكم عليها. لما نشوف وصفاتك. المجموعه دي مجموعه العنايه بالشعر، بنتي قدامكم اهي، والله العظيم شعرها حلو وجميل اهو. وهي كمان مشكلتي بس في شعر بنتي انه هايش، فيه نسبه تساقط مش قوي، وهايش وناشف ولمعته مش اللي هي. قعدت ابحث واتقص، لقيت غنبوله مغطيه الدنيا كلها. الناس بتشكر في وصفاتها، الناس بتشكر في المجموعه بتاعتها، الناس بتشكر في الكريمات بتاعتها والشامبوهات بتاعتها والعطور بتاعتها. قلت لا والله لازم اجرب بنفسي، وجبت بنوته اهي قدامكم. ادي شعري بنوته اهي، وادي منتجات غنبول هنجربها. والله ما اقول الا الحق، لو طلعت وصفتك حلوه ولو طلعت منتجاتك حلوه هطلع واقول الحقيقه، هطلع اقول حلو. ولو طلعت وحشه يا غنبوله هطلع واقول الحقيقه برضو. ده مفيش زعل، ده ضمير ودي ذمه هسأل بيها قدام ربنا. بنوتي قدامكم اهي. هبتدي معاكم بان انا اوزع لها حمام الزيت اللي هو مسؤول عن التنعيم والإنبات. هنحط حمام الزيت ده على شعر البنوتة، هنوزعه على الفروة كده زي ما انتوا شايفين كده. ده بيطول الشعر. بيطول الشعر اما نشوف هيطول ولا مش هيطول. اما نشوف الهيشان ده اللي انتوا وطيلولي. يمكن يضحكوا عليه. يمكن يكونوا بيضحكوا علينا. اهي رينا بتقول لكم اهي لازم الزيت يوصل لفروة الشعر زي ما انتوا شايفين كده. وطيلولي كده العكس. هنحط على الفراغات. ريحته حلوه على فكره. ريحته حلوه حلوه قوي قوي. اول حاجه ريحته، ادي اول ديفو. بس على الله تطلع بفايدة، مش مشكلة الريحة، عايزين نشوف النتيجة. ماشي مش مشكله الريحه. بس الريحة تخنق. ده توم ده ولا ايه ده؟ توم حنضحك. انت حاطه توم يا بنتي ولا ايه ده؟ هنقعد بقى بالحمام الزيت ده ساعه، وبعد الساعه هرجع لكم. الساعه فاتت وجيت معاكم اقول لكم هنعملوا ايه بعد ما حطينا الزيت على فروه شعر البنت. هنروح نغسل الزيت ده بالشامبو ده اما نشوف اخرته. كلهم بيضحكوا عليه. لما اشوف بتضحك علينا ولا ما بتضحكش عليه. اديني جبت المجموعه بتاعتك اللي كل الناس بتشكر فيها دي، لما اشوف كلام الناس صح ولا مجاملات. يلا معانا، يلا بنوتي. يلا. دي كتكوت. هنحط التوكه دي. لا دي لا مش دي، هنحط دي ساعه غسيل. يلا بينا. يلا نحط نص ساعه الاول ميه. نزل كده شويه شويه. نادي الزيوت الاول الصبح الاول. خليك زي ما انتي. والله ريحته حلوه. ريحته جميله. اول حاجه لفتت نظري الخابور برو اريا. دي بتقلع الفوق كده رغوته. بصوا حطيت كميه بسيطه. بصوا رغوته قد ايه. سيب المرد كده يا ماما تاني، هات المرد تاني. خابور برو. يلا يلا بينا. يلا بينا. اخد حبايبي فوق. عجبك؟ اما نشوف لسه مش عارف. شوف كده حبيبي كده. عملها كده. بعد ما غسلنا بالشامبو وجففنا الشعر هناخد
حته من الكريم. خدنا حته من الكريم بتاع غنبوله، وهناخد عليه حته بلسم، ونعمل ميكس كده. دوبيني يا ليمونه يا ليمونه، دوبيني دوبيني يا ليمونه يا ليمونه، دوبيني. ده لونه زي الليمون. لونه زي الليمون. يلا كده ونغلف بيه الشعر. هو ده كريم ولا حمام كريم؟ ده بقى حمام كبير. اللي بتقولي عليه هيخلي شعر بنتك زي سلوك الدهب لما نشوف. يا ماما اهو. شكلهم بيضحكوا علينا مش هيقطعوا. شكه فيها يا بنتي اهو. بس البداية مبشرة. انا لسه ما سيبتوش لا ساعة ولا نص ساعة زي هي ما قالت لي. هنلف الشعر بقى كده. هاتي التوكة. اهو. لا نص ساعة بس. هتجيبلي؟ هتقولي؟ كده ماما. بعد نص ساعة هنروح نشطفه ونسرحه بزيت التسريح بتاع غنبولة.